السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي أكلات وترفيه. نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم واحد الحريشات اللي هما كنتناولوهم في الكوتي مع كويزين اتاي، كيجيو زوينين بزاف الطريقه ديالي، وكنتمنى تجربوهم ويعجبوكم. قبل ما ندوزو المقادير، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم المرسلين. بسم الله. انا عندي 1 كيلو الا ربع ديال السميده ديال الحرشه، ها هي ديال الحرشه. عندي نص كاس ديال الزيت نباتيه، عندي معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، قبيصه ديال الملحه، 3 المعالق ديال السكر سنيده، واحد الشاشيه ديال الخميره ديال الحلويات. وندوزو بسم الله. انا هنا نحاول نخلط هادشي، وغادي نضيف الزيت، نص كاس ديال الزيت، وغنجمعهم بالماء دافي. ضروري يكون الماء دافي. دابا ملي خلصت داك المزيج كامل، دابا غنضيف عليه الزيت باسو مزيان. تيدخل لي داك الزيت، عاد غنجمعو بالماء دافي ان شاء الله. دابا غادي نجمعها بالماء بعد ما دخلت لها داك الزيت مزيان كما كتشوفوا بيدي. دابا غنجمعها بالماء، نغطيها، نخليها تخمر حتى تخمر ليا، عاد نرجعوا ان شاء الله ونكملوا المراحل ان شاء الله باذن الله. المهم بعد ما جمعتها كما كتشوفوا كتجي هكا، خصها تكون تجمع لكم في يديكم. دابا نغطوها ونخليها تخمر، ونرجعوا من بعد نكملوا لا فيديو ان شاء الله. بعد ما خمرت ليا كما كتشوفوا، ها هي راه خمرات. ها هي. انا الطريقه ديالي اللي كندير هي كنجمعها، كنخرج من هذاك الهواء، كنديرها كويرات على القياس اللي انا بغيت. بغيتهم مسطين، بغيتهم كبار، بغيتهم صغار، المهم كل واحد كيفاش كتعجبو. غندير كويرات كلها، وعاد غنحطها في طاوله العمل وغنسرحها، وغنرش بالسميده، وغندير هذا هو اللي غنصايب بيه انا. بغيتوها كبيره ديروا كبر من هذا الحجم، المهم انا هذا هو اللي متوفر عندي، هو باش غنصايب. وتبعوا معايا. المهم رجعت معكم بعد ما خمرات ليا كما كتشوفوا. الطريقه ديالي انا كنجمعها كامله، نخرج من داك الهواء، وكنديرها كويرات على الشكل اللي بغيت انا، وكنسرحها فوق طاوله العمل. وكندير هادي يعني كنختار بها، يعني كندير القياس اللي انا بغيت. بغيتو حجم كبير كديروا حجم كبير، بغيتو حجم صغير كديروا هذا. المهم انا القياس ديالي كيعجبني القياس ديال هذا. ونرجع معكم ان شاء الله. بعد ما رجعت معكم كما كتشوفوا، بعد ما جمعتها بيدي، طاوله العمل انا منظفاها مزيان. دابا نحاول نقرصها ونرش بالسميده، ونقطع بالاناء اللي انا سبقت لي وريته لكم، ونبدا نطيب ان شاء الله. تبعوا معايا لا فيديو نتوما تفهموا كلشي ان شاء الله، وكنتمنى تجربوها. كما كتشوفوا بعد ما جمعتها بيدي، يعني كتجي بحال هكا، فغنرش السميده ونقرص، ونرجع معكم ان شاء الله. كما كتشوفوا بعد ما قرصتها يعني هكا كنرش السميده. فالطريقه سهله، اللي عمره ما صايبه غتصدق ليه، ان الطريقه سهله وهي راه ماشي خفيفه، راه كتجمع في اليدين. ودابا نحاول ندير داك الاناء القياس اللي انا بغيت، ونبدا نطيب. كما كتشوفوا دابا نبدا نطيب بعد ما قسمتها يعني بهذا المول، درت القياس اللي بغيت. دابا نبدا نطيب ان شاء الله ونرجع معكم. يعني كاملين غندير لهم نفس الطريقه. انا المقله درتها كتسخن من قبل، وكنبدا نضيف يعني على حساب المقله اللي عندكم. فانا كنضيف 4 تنكملهم ان شاء الله، ونرجع معكم بالشكل النهائي ان شاء الله. المهم كما كتشوفوا انا مازال كنطيب. كتجي على هذا الشكل هكا، كتجي زوينه بزاف، كنتمنى تجربوها. كتجي هشيشه وخفيفه، كنتمنى تجربوها ان شاء الله. خليكم معايا حتى الاخر ان شاء الله. فالشكل النهائي كيجي بهذه الطريقه، كيجيو حريشات كيجيو بهذه الطريقه، وكيجيو زوينين بزاف ولذات، وكيجيو يعني هشاش. فالكويس ديال اتاي مع العسل الحار ولا الفرomاج، المهم كل واحد باش كيفضلهم. بالنسبه لي انا كيعجبوني بالفرomاج. وهاد الطريقه راهي زوينه وسهله، يعني حتى اللي عمره ما صايبهم فسهله الطريقه، يعني سهله، ما غاديش تعذبوا دغيا يصايبهم ودغيا كيوجدوا. وكنتمنىكم تجربوهم
ان شاء الله ويعجبوكم. واللي اول مره كيزور القناه ديالي ما ينساش يتابوني عندي ويخلي لي واحد لايك فضلا وليس امرا. والى فيديو اخر ان شاء الله، وخليتكم على خير.